القرص الطرية هعملها معاكم في الفيديو ده بعجينة هشة وزي القطن، وكمان هنعرف سر التسوية بتاعتها اللي تطلع لونها مظبوط. يلا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي، بس زي ما اتعودنا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا على الطريق. هنحتاج اول حاجة كيلو دقيق نزلت عليه بربع معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبار من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كيس خميرة فورية ما يعادل 11 جرام. قلبت المكونات الجافة مع بعض كويس، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من القشطة، معلقة كبيرة من معالق الأكل، كوباية ناقصة شوية من الزيت. الشوية اللي شلتهم من الزيت هي دي معلقة القشطة اللي زودتها. يعني كل المواد الدهنية اللي هحتاجها لكيلو دقيق هي كوباية. ممكن تحطي كلها زيت، ممكن تحطي تنقصي الزيت شويه زي ما انا عملت وحطيت مكانه معلقه كبيره من القشطه، او ممكن تحطي كوبايه الا ربع من الزيت وربع كوبايه من القشطه، دي حاجه ترجع لك انت. معلقه كبيره من الخل، وقلبت تاني كويس. ومعايا لبن رايب دافي، لازم ابقى مدفياه، مش سخن يا جماعه، يا دوب دافي بس، عامل زي دمعه العين كده. هنزل بيه شويه بشويه. انا زي ما انتم شايفين مهمه المعلقه كانت خلاص انتهت، بدات اعجن بايدي بالشكل ده. العجينة عايزاها تكون طرية، كل ما العجينة كانت معاكي طرية كل ما كانت نتيجة القرص هتطلع معاكي هشة وزي القطن. شايفين العجينة شكلها عامل ازاي؟ ما كانتش طرية خالص معايا، برضو بفضل ازودها شوية لبن رايب شوية بشوية. شايفين طريت خالص ازاي؟ عادي جدا مفيش اي مشكلة. اوعي وقتها تزودي لها دقيق، افضلي عجيني تاني هتلم معاكي العجينة وهتبقى طرية ومتماسكة جدا. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ لو اخدت جزء من العجينة وفردتها بلاقيها طرية جدا معايا ومطاطية. هي دي كده العجينة اللي انا عايزاها. ولو العجينة لقيتيها في الاخر بتلزق منك شوية، وقتها برضو ما تزوديش دقيق، ادهني ايدك بشوية زيت وارجعي عجيني تاني، هتلاقي العجينة سابت ايدك وكمان سابت البولة اللي بتعجني فيها. وقت العجن يا جماعة حوالي 10 دقايق مش اقل من كده. كده دهنتها فرشة زيت وغطيتها وسبتها تخمر من ساعة لساعة ونص. كده كان شكل العجينة بعد ما خمرت. خرجت منها الهواء وبدأت اشكلها بكور بالشكل ده، وبعد كده احطهم في صينيه. اخلص كل الكميه بنفس الطريقه، احاول اعمل الكور كلها قد بعض. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك وعلى التيك توك. انا هنا كنت خلصت الكميه كلها ما شاء الله. شايفين كيلو دي اديني كميه قد ايه؟ احسن واوفر كتير من اللي بنجيبها من بره. وبعد كده فردت القراص بالشكل ده، ما ضغطش عليها جامد قوي يا جماعه، اسيب فيها سمك شويه عشان ما تطلعش معايا ملهاش قلب وناشفه. كل ما القرصه تبقى ليها قلب شويه كل ما كانت طريه وخفيفه وما تنشفش منك في السوا. انا هنا خلصت الكميه كلها، هغطيها واسيبها ترتاح لمده نص ساعه. ده كده كان شكلها بعد ما ارتاحت. شايفين حجمها تضاعف ازاي؟ معايا بيضه بدرجه حراره المطبخ، حطيت عليها رشه فانيليا وضربتها كويس قوي، وبفرشه بدات ادهن وش القرص بالشكل ده. كنت من 10 دقايق مشغله الفرن يسخن على درجة حرارة 200، ونزلت الشبكة رف أول من تحت، وهدخل الصينية على الشبكة ومولعة الفرن من تحت ومولعة الشواية من فوق أقل من المتوسط. وانت لو الفرن بتاعك الشواية مش بتشتغل مع الفرن يبقى دخلي الفرن من أول على الشبكة من تحت. أول ما تاخد القرص اللون المظبوط من تحت شغلها الشواية، في آخر دقيقة هتاخد معاكي اللون المظبوط ده برضه. وقت تسوية القرص كله ما بياخدش أكتر من 10 دقايق، متغيبيهاش في الفرن عشان ما تنشفش منك. انا مش قادره اقولك القرص عامله ازاي، واخده لون مظبوط جدا، سواها مظبوط قوي، قد ايه هشه وعامله زي القطن. اظن شكلها بيتكلم، خفيفه قوي وطريه جدا، بجد احلى كتير من اللي بنجيبها من بره. بصوا هي كانت سخنه جدا معايا، انا ما كنتش عارفه امسكها اصلا. القرص بجد خطيره، اعمليها وحطيها في الفريزر لايام العيد، تنفع فطار او عشاء عشان ما توقفيش كتير في المطبخ. ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير. كنتم مع سمر رضوان.